مراويهم كم مفتاح بيت عندك؟ لا يا اخوي، الولد اللي يحكي وياكم رضا المفتاح مالته عندي يعني اقول له اطلع، يعني اذا اخابره اقول له لا تجي البيت، ما يجي البيت والله العظيم الصراحه. يعني عندي المفتاح مال بيت رضا، واذا اخابره اقول له اخوي انا اليوم صديق يمي عندي خطه، انت لا تجي البيت. الولد ما يجي البيت، الحمد لله والشكر. ويعني مثل يعني ابوه وامه، يعني شلون امه وابوي والقران الشريف يعني والله العظيم. بس الوضعيه يعني انا رضا طبيت بيته وشفته ما شاء الله ولد يعني ما مخلين ما حتى من طلعت من المستشفى يعني والدتي تطبخ طبخ، يعني شلون قالوا مال واحد يعني مريض، تطبخ لي طبخ يعني مال واحد مريض وتودي للبيت ويخابروني، وما مخلين علي اي شيء، بحيث لما صحيت كلش يلا مو عافوني، بس يعني يلا استقرت اوضاعهم. عرفت لو لا؟ وما عندي اي شيء، انا اطلع لهاي الشغله ما اريد اطلب من شخص اقول له مثلا اعطيني يورو، اعطيني 2 يورو، اطلع على مقواطي على مود امشي حالي، وما اريد اطلب من اي شخص. بس هي هاي الامور ماشيه والحمد لله والشكر، لا اكثر ولا اقل. والله رضا كل اخوتك وكل تحبك الناس. فدوى قلبك يا بعد عمري، تاج راسك. مشكور اخوي جعفر. جعفر والله اخوي انت على راسي ورحم الله والديك، ما قصرت يا بعد عمري. رياض حبي انت تعال على المطعم عمو تتعشى حتى تراوي متابعينك. انت وين تتعشى وين تاكل؟ والله اكل بالمطعم مالتك اكل بالمطعم مالتك واسبح بالبيت مالتك يلا تعال انا بالشغل تعال. اوقف ويا هنا صارت هوسه، ما ادري لهم زياره ما ادري شنو، والله ما اعرف شكو. الله يرزقك. هو قلبك. سلمنا على علاوي. شباب كل واحد حكى حكايه حلوه، رحم الله والديه ونعم الله عليه وجزاكم الله الف خير. يلا بالروح. بعد قلبك فدوى قلبك جعفر الغالي الذهب، فدوى قلبك حبي. انا ما يلا ما تستحي تلم قواطي من الشارع. هذا يعني التعليقات السلبيه لا تقراها، نعوفه غلس كانه ما قاري، كانه ما معلق هذا الشخص. واخويا خلي اقول لكم شغله، انتم اللي قاعد تعلقون ايش تعليقات، ترى عيب عليكم والله. يعني الولد اول شيء عنده طرد ورفض وصاحب عائله، يعني احترم نفسك قبل لا تكتب ايش تعليق تافه مثل حظ. يعني والله عجيبه، يعني ذات اليوم واحد يقولهم هسه ما نريد نحكي، استغفر الله والله العظيم، حكى له حكايه تسوى راسه، وعندي حكي بالقران ما يخليه يطلع للشارع. قلت له اخوي اقول لك شغله واحده، قلت له انا عراقي ترى، اوكي والله العظيم، يعني حكى له حكايه تسوى راسه. قلت له اقول لك شغله، يعني اذا احكيها بالقران الشريف اسمه والله ما اعرف، هنا قاعد يتحملون اي حكي. قلت له اذا احكي لك حكايه انت ما تطلع للشارع، بس هم عندهم عادي. الله كريم. الله كريم اخويا، واحنا ننتظرك هنا. الله كريم، بس يعني احنا عندنا جماعه، خلي اقول لكم شغله شباب، خلي اقول لكم تعال يا اخوي، وعين غطا وعين فراش يعني ابد لا تتشمت بواحد، لان الدنيا بالقران دوار، والله العظيم ترى تدور، فدير بالكم شباب، الدنيا تدور، اوكي تدور وصعبه، يعني صعبه كل الصعبه، تتندم على كل شيء سويته مو زين ويا صاحبك، والله العظيم صح. ايه ركض حجي. الله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. اخوان ترى مو دوم صعبه الدنيا، ترى تجيك ايام الامور حلوه وسهله، بس لا تستهين بيها.
لا حبي ما اريد تعاطف من العالم، انا ما عندي اي شيء ويا العالم، والناس كلهم شيمه وخويه واحنا اخوان. انا جاي مسوي فاتح لايف يعني ما على مود يعني ما انعس، بس اطلع لي مصرف للصبح، ابقى لل 5 الصبح فاتح لايف كل ما اطلع، وثيمان لا ثيمان لا، ما عندي اي شيء. فدوى قلبك صديقي. اسابيع